السلام عليكم أيها المتابعون الكرام. مرحبا بكم مع سلاوي نيوز، فيديو جديد وموضوع جديد. في بعض الأحيان أيها السادة الكرام، المغرب يحقق بعض الإنجازات والأمور، ولكن للأسف الشديد ربما الأغلبية من المتابعين أو من الناس العاديين لا يهتمون بها. أمور تعبر عن حنكة وقوة المسؤولين المغاربة والدهاء السياسي الذي يتمتعون به. أيها السادة الكرام، في الأشهر الماضية استطاع المغرب أن يقنع الفيفا على أن تفتح مقرا لها بالمغرب، وبالضبط بالعاصمة الرباط. وها هو الآن كذلك المغرب يستطيع أو استطاع بقيادة السيد فوزي القجع أن يقنع رابطة الأندية الإفريقية بأن تفتتح مقرا لها كذلك بالمملكة المغربية. إذن أيها السادة الكرام، أتعلمون أنه يوم الاثنين يحتضن مركز محمد السادس لكرة القدم مراسيم توقيع مذكرة تفاهم بين رابطة الأندية الإفريقية والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لاحتضان المغرب للمقر الرئيسي للرابطة. مذكرة التفاهم وقع عليها كل من السيد فوزي القجع بصفته رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، والسيد هيرسي سعيد بصفته رئيس رابطة الأندية الإفريقية. وقد أكد السيد فوزي القجع أن جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأطال الله في عمره ما فتئ يدعو إلى خلق جسور تعاون مع الدول الإفريقية، مؤكدا أن الرابطة لن تجد في المغرب فقط وسائل لوجستيكية، بل كل الأجواء ومقومات التطور. هكذا نكون الآن قد انتهينا من هذا الموضوع، وننتقل إلى موضوع آخر وانتصار آخر كذلك للمغرب. فبعد الفيفا وبعد الكاف جاء الدور كذلك على الأمم المتحدة. كيف ذلك أخي سلاوي نيوز؟ هذا ما ستعرفونه الآن. إذن أيها السادة الكرام، وقعت السيدة فاطمة الزهراء عمور بصفتها وزيرة السياحة والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة يوم الثلاثاء بمراكش اتفاق لإنشاء أول مكتب موضوعاتي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة في إفريقيا، ومقره سيكون بالرباط، وهو مخصص لدعم الابتكار والاستثمار السياحي. ويمثل هذا التوقيع التاريخي نقطة تحول في الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والأمم المتحدة للسياحة، كما يفتح الأبواب أو الطريق لتعاون معزز بين الدول الإفريقية والمنظمة الدولية، خصوصا في السياق الإيجابي الذي يعرفه قطاع السياحة المغربي. وسيقوم المكتب الموضوعاتي في الرباط بخلق وتنزيل مجموعة من الأنشطة المبتكرة التي تهدف إلى تحفيز قطاع السياحة الإفريقي، بحيث يتضمن هذا البرنامج دورات لتعزيز القدرات وورش للجهات الفاعلة في القطاع العام والخاص في الدول الأعضاء، وتنظيم مؤتمرات ومنتديات حول الابتكار السياحي، بالإضافة إلى مسابقات للشركات الناشئة على المستوى القاري. إذن أيها السادة الكرام، كل ما يمكن أن نقوله أن المملكة المغربية تسير في الاتجاه الصحيح، وكما قلت ودائما أقولها تشتغل على العديد من الوجهات. إذن أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يرق لكم هذا الفيديو وأن ينال إعجابكم واستحسانكم، ولا تبخلوا على أخوكم سلاوي نيوز بالدعم من خلال المشاهدة الكاملة للفيديوهات، حتى نتمكن في المستقبل القريب من تطوير محتواها وطريقة التصوير. إذن أيها السادة الكرام، دائما وأبدا كما تعودتم منا، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم ارحم الشهداء، اللهم احفظ دولتنا وشعبنا وملكنا،
من كل سوء ومن كل شر. كان معكم السلوي نيوز من المملكة المغربية الشريفة. تحياتي لكم.